قاعده كده في امان الله، لا بيا ولا عليا. لقيت حماتي بتنادي: انت يا بنت هدى، يا بنت هدى. قلت لها: ايه يا حماتي؟ قالت لي: هاتي لي شويه شربات، ايه عشان انا عامله قطايف عايزه شربات. قلت يا لهوي، في بالي الولايه مش عايزه تسيبني في حالي ليه. قلت انا ما عنديش شربات. دخلت على المطبخ اجري، جبت كيسين سكر، قلت عشان يكفوني الشهر كله. جبت كيسين سكر تمام، حطيتهم على في الحله، ورجعت حطيت عليهم لتر ونص ميه علشان يكفي بقى. احطهم في براطيم ويكفيني في اي وقت تنادي على تقول لي هاتي شربات، اقول لها خدي يكون جاهز. ده واقفه لي على السلم تحت، انا مش عارفه اعمل ايه. ربنا يستر كده ويستوى بسرعه. تمام، العسل يستوى بسرعه ويخلص معايا. حطيت لتر ونص ميه، وهحط ليمونتين عشان دي كميه كبيره. تمام، هحط ليمونتين عشان دي كميه كبيره. بس عصرت الليمونه كده، اهم حاجه تطلعي البذر منها. ومش عارفه والله الواحد يعمل ايه. انا محتاسه، انا محتاسه. انا دلوقتي بعمل الفطار على كده، فطار اول يوم رمضان بعمله، وفي نفس الوقت حماتي طالبه مني الشربات، وفي نفس الوقت انا في حوسه كبيره. جيت عملت الليمون، عصرت الليمون من غير البذر. تمام، اهم حاجه تشيل البذر عشان ايه؟ ما تقوليش بقى انت بعتلي العسل ببذره. قعدت انضف في البذر كده، في بذريه وقعت مني، بس هبقى اجيبها ايه لما العسل يستوي. تمام كده، عصرت الليمونه التانية، يلا بسرعه. بصوا كنت محتاسه محتاسه، في نفس الوقت بعمل الاكل، وفي نفس الوقت قالت لي بقى اما حكيت لها بعد كده. قلت لها يا حماتي لما نزلت لها العسل، قلت لها يا حماتي ده انا ما كانش عندي عسل والله، ده انا عملت مخصوص عشانك. قالت لي ما هو عشان كده سخن. ليه ما ترتبيش نفسك قبل رمضان وتظبطي الدنيا كده وتبقي عامله الشربات وسايباها عندك؟ ده عسل جلوكوز اختياري، حابه تحطيه حطيه، مش حابه تحطيه ما تحطيهوش. بس انا برتاح له يعني. انا كنت عامله من فتره شربات ما كنتش حاطه له ايه عسل الجلوكوز ده، لكن دلوقتي بحطه بصراحه في رمضان كده، عشان لما العسل بيغيب عندي او بيقعد فتره طويله ولا بيتاثر ولا بيتحرك الشربات، يفضل زي العسل النحل اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. ده اللي بيخليه ايه، في ناس اما بتيجي تعمل عسل نحل بتغشه، بيحطوا له العسل الجلوكوز ده عشان يفضل معاهم سايب كده، ما يبقاش يسكر ولا اي حاجه. تمام، وهبدا احطه على النار واسيبه بقى يغلي كده غلوتين. وبعد ما يغلي لو في اي ريم يظهر معاكي على على الحله من فوق لازم تشيليه، عشان الريم ده ما يسودش معاكي الشربات او الشربات. في ناس بتقول كده وكده. طبعا سبته غلي لحد ما نقص شويه كده، يعني نقص زي تلته كده. وبعد ما برد خالص هحط الفانيليا كده ايه على الوش، بعد ما هدي. هو ما بردش، هو يا دوبك هدي. بس طبعا انا مستعجله عشان انزل لحماتي الشربات، استر يا رب. بس جبت برطمان، يعني عملت لنفسي برطمان وعملت لحماتي برطمان، قلت انزل لها برطمان بقى عشان لما تحتاج تعمل ايه اي حاجه حلوه في اي وقت ايه يبقى موجود عندها. تمام كده. بس كده هنبدأ بقى نفضي الشربات ده في براطيم كده، تكون ناشفة، ما تكونش طبعا فيها مية خالص ولا أي حاجة. نشفت البرطمان كويس وإيه، ومسكت البرطمان الكبير ده أنا هاخده وهدي الإزاز إيه لحماتي. بس هبدأ أفضي بقى الشربات معاكم، وشوفوا بقى الجمال لسه سخن مش بارد، هو هادي بس شوية، هادي شوية. تمام، انت لو تقدري تسيبيه يبرد بقى خالص هتلاقيه ايه القوام بتاعه يتقل معاكي ويبقى ايه مية مية، بيبقى بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجمال بجد والله العظيم. شويه شربات انا عاملاهم مستعجله بس الحمد لله طلعوا زي الفل. بس هجيب برطمان تاني افضي فيه. الصغير ده انا هديه لحماتي، وانا ايه اخد الكبير بقى، عشان برضه انا ايه عيالي وانتوا عارفين بقى شهر رمضان بيبقى طويل. كل سنه وانتم طيبين كده. والمفروض الخطوه دي انا كنت اعملها بقى ايه من قبل رمضان، بس عملتها بقى اول يوم رمضان. بس كنت محتاسه والله. لما حماتي لما نادت عليا كده وقالت لي يا بنت هاتي شويه شربات، قلت اما بقى اعمله بقى بسرعه كده بالمره. انا بحب ايه اخلق يعني بقى في الاخر سريعه. يعني مش فاهمين قصدي، بحب بقى ايه، برضو مش عارفه اقولها لكم. بحب اكون في يعني بستنى نفسي للاخر بمعنى اصح. مش بقى بكون مجهزه نفسي ومظبطه الامور، لا بستنى لاخر لحظه وتلاقوني ايه اسخن. فهمتوني؟ بس كده، اتمنى الفيديو يعجبكم. بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتعليق كده كويس. وكل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه.